السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان الدرس الثاني. هنكمل يا أولاد الجزء الثاني، تمام؟ يلا بينا. أسئلة الجزء الثاني على خواص الأحماض والقلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح العلمي: مادة يؤدي ذوبانها في الماء إلى زيادة نسبة كاتيونات الهيدروجين في المحلول. يا مستر، اللي بيزود نسبة الأيونات بتاعة الهيدروجين هي الأحماض. طيب، مادة يؤدي ذوبانها في الماء لزيادة نسبة أنيونات ال OH في المحلول يا مستر، هيبقى دي اسمها القلويات. أول سيادتك ما بتشوف H حمض، أما بتشوف OH يبقى قلوي زي الفل. 3. الكاتيونات المسؤولة عن جميع خواص الأحماض يا مستر. الكاتيونات المسؤولة عن جميع خواص الأحماض اللي هي مستر أيونات الهيدروجين الموجب أهي، أيونات الهيدروجين الموجب، تمام. الأنيون المسؤول عن جميع الخواص القلوية يا مستر أيون الهيدروكسيد السالب. يبقى يا مستر الأنيون اللي مسؤول هو أيون الهيدروكسيد السالب، تمام. أحماض جيدة التوصيل للتيار الكهربي. طبعا يا مستر الأحماض لما بيكون جيد توصيل التيار الكهربي اسمها يا مستر الأحماض القوية أهي، الأحماض القوية، تمام. أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكونة قلويات. طب بالراحة بس كده، دلوقتي بيقول لك أكاسيد فلزية. طالما يا بابا فلزية ما تفكرش كتير، هيبقى اسمها الأكاسيد القاعدية. يبقى الفلزية بتكون قاعدية، اللا فلزية بتكون حامضية. بص كده سيادتك في السؤال اللي بعده، أكاسيد لا فلزية، صح الكلام. يبقى مستر دي اسمها الأكاسيد، حبيب قلبي الشاطر الجميل، اسمها الأكاسيد الحامضية. أمطار تنتج من ذوبان الأكاسيد الحامضية في بخار الماء بتاع الهواء. عادي، إيه المشكلة يا مستر؟ اسمها الأمطار الحمضية أهي، دي كده يا مستر اسمها الأمطار الحامضية زي الفل، تمام. اختار الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. أي المواد الآتية تعتبر من الأحماض؟ حبيب قلبي الجميل ركز كده. ليمون أنا موافق، بس صودا الخبيث الراجل ده كده كذاب. كاتشب وعنب يا مستر ده حمضي عشان ليها طعم لاذع. طبعا الصابون معجون السنان ده طبعا يا مستر قلوي. المنظفات والكاتشب لا، ده بس اللي صح، يبقى ده غلط، ماشي. الايون المسؤول عن الخواص الحامضيه هو، طبعا يا مستر من غير ما افكر هختار ايون الهيدروجين الايه الموجب. لو قال لك المسؤول عن الخواص الحامضيه ايون الهيدروجين الموجب. طب لو قال بقى لسيادتك المسؤول عن الخواص القاعديه اسمه ايون الهيدروكسيد السالب، تمام. ينتج عن ذوبان حمض الكبريتيك H2SO4 في الماء. مستر ده حمض اسمه حمض الكبريتيك، يعني المفروض يا مستر لما ده يا مستر يدوب في الميه يتقسم كده نصين، لما يتقسم هتلاقي هيدروجين وكبريتات، يبقى بتنتج كاتيونات الهيدروجين والانيونات. دي لا، كاتيونات الهيدروجين والانيونات اهي، يبقى مستر كاتيونات الهيدروجين والانيونات بتاعه الكبريتات. جميع الاحماض الاتيه قويه. كل دول يا مستر اقوياء ما عدا كلهم قويه بس في حاجه غلط. ماشي، تعال نشوف. حمض النيتريك لا يا مستر ده قوي، ماليش دعوه بيه. حمض الكبريتيك لا يا مستر برضه ده قوي، ماليش دعوه بيه. انا عايز اختار حاجه يا جماعه ضعيف عشان بيقول لي ما عدا. حمض الخليك هو ده يا مستر الوحيد اهو، حمض الخليك ضعيف. حمض الهيدروكليك لا يا مستر قوي، الهيدروكلوريك. يلا بينا. كل دول محاليل ضعيفه التوصيل للتيار الكهربي. كل دول يا مستر ضعيفه، كل دول يا مستر ضعيفه التوصيل للتيار الكهربي ما عدا فيها هيدروكسيد الامونيوم ولا حمض الكبريتوز ولا هيدروكسيد الصوديوم ولا حمض النيتروز. لا يا حبيب قلبي، هيدروكسيد الصوديوم طبعا. ركز بقى بعد اذنك كده معايا عشان خاطري في الحته اللي جايه دي. الحته بتاعت هيدروكسيد الصوديوم ده مهمه جدا. بص يا سيدي ركز معايا. احنا معانا القلويات عشان بس يا جماعه الناس اللي عندها مشكله في القلويات القويه والقلويات الضعيفه، ركز ابوس ايدك معايا في الحته اللي جايه دي. بص يا بابا، القلويات القويه تعالى احفظها لك اهي، القلويات القويه. مستر انا معايا حاجه اسمها قلوي قوي، يعني يا مستر لما بيدوب في الميه بيبقى جيد التوصيل للكهرباء. ازاي يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، معايا واحد اسمه NaOH هيدروكسيد الصوديوم، معايا واحد اسمه KOH هيدروكسيد البوتاسيوم، معايا واحد اسمه BaOH هيدروكسيد الباريوم. وطبعا سيادتك شاطر وعارف ان ده طبعا هنا فيه كام؟ 2 عشان عدد الباريوم تكافؤ ثنائي. يبقى بالبلدي كده اهو يا حبيب قلبي، بص نح كح بح عشان تحفظها. ما انت مش تحفظها الا كده. يبقى نح وكح وبح قويه. متفقين يا اولاد؟ ماشي، نكمل. خش معايا يلا يا ولاد. يستخدم في صناعة مضادات الحموضة مركب. طبعا يا حبيب قلبي مركب اسمه هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد مين؟ المغنيسيوم اهو.
يلا، تتكون الاكاسيد الحامضيه من ارتباط بيقول يا مستر حامضيه، يبقى كلمه فلز دي كده راجل كذاب، فلز دي كده راجل كذاب عشان دول قاعديه. لا فلز مع الاكسجين ولا لا فلز مع لا طبعا يا مستر اسمه اكاسيد يبقى اكيد لا فلز مع الاكسجين. عند احتراق شريط المغنيسيوم يتكون ايه؟ مركب ايه؟ يا مستر دلوقتي انا معايا شريط مغنيسيوم حرقته هيطلع ام جي او اكسيد المغنيسيوم. اكسيد مين يا اولاد؟ المغنيسيوم. خش معايا على السؤال اللي بعده. من الاكاسيد القاعديه يا مستر اكسيد قاعدي، يبقى انت لازم تفتح صواميل دماغك. دي كده لا فلز غلط، يبقى حامضي. لا فلز كبريت غلط. ان نيتروجين غلط. ليه؟ انا عايز قاعدي، يعني طالما عايز قاعدي يبقى انا كده يا حبيب قلبي بدور على حد يكون فلز، يبقى انا مفيش غيره اكسيد الصوديوم. عند ذوبان اكسيد المغنيسيوم في الماء يتكون محلول، ما فيهاش اي مشاكل. مستر اكسيد مغنيسيوم يبقى مستر هيطلع عليه حاجه فيها هيدروكسيد، طبعا هيدروكسيد مغنيسيوم، يبقى طبعا يا جماعه الاجابه رقم ج. كل دول من خواص القلويات ما عدا انها. طب تعالى كده نشوف مين الغلط اللي فيهم. قال لك تحتوي على ايونات الهيدروجين الموجبه، طب ما دي صح. تزرق شريط دوار الشمس صح. تتفاعل مع هيدروكسيد، لا ثانيه واحده بقى يا معلم، دي قلويات اكيد مش تتفاعل مع قلوي زيها، يبقى مش تتفاعل اكيد مع حد. قلوي عايز حمض والحمض عايز قلوي، متفقين يا اولاد؟ يبقى طبعا الاجابه رقم ج. تتفاعل مع محلول حمض الهيدروكسيد مظبوط. يلا بينا. عند تفاعل حمض ال HCl مع NaOH يتكون ملح. طب ركز كده معايا يا بابا. الملح اللي هيتكون، بص خد من هنا الموجب وخد من هنا السالب، ادي الموجب وادي السالب. NaCl كلوريد الصوديوم. فين اهو ده كلوريد الصوديوم. من الاكاسيد الناتجه عن احتراق الوقود الحفري، طبعا يا جماعه انا بدور على ثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت. ثاني اكسيد النيتروجين اهو ثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت. كل دي من اضرار الامطار الحمضيه، بس في حاجه غلط. تدمير الغابات، طب ما فعلا بتدمر. تاكل المنشات تمام. تدمير الجهاز الهضمي للانسان ولا هلاك الكائنات المائيه. طب ما تيجي كده بس بالراحه كده، هو بيقول لك تدمير الغابات انا معاك، تاكل المنشات انا برضو معاك، هلاك الكائنات المائيه برضو معاك، بس انا ممكن ما يا مستر مالهاش علاقه اصلا يا مستر بالجهاز الهضمي، هي اللي المفروض تبقى تدمير الجهاز التنفسي. تمام؟ اكمل. يعتبر الليمون من يا مستر الليمون يبقى احنا عارفينه، الليمون من الاحماض، بينما منظف الدهون يا مستر منظف الدهون ده بيعتبر من القلويات. عند ذوبان الاحماض في الماء تزداد نسبه كاتيونات يا مستر تزداد نسبه كاتيونات الهيدروجين الموجبه، بينما عند ذوبان القلويات تزداد نسبه انيونات يا مستر الهيدروكسيد السالبه. اسمها ايه يا شباب؟ الهيدروكسيد السالبه OH. ماشي. عند ذوبان هيدروكسيد المغنيسيوم في الماء يتكون ايونات يا مستر ده هيدوب يا مستر في الميه، يتكون ايونات مين وايونات مين؟ بالراحه بس، ده مغنيسيوم وده هيدروكسيد، خلاص بقى يبقى هيتكون ايونات المغنيسيوم الموجبه اهو Mg موجب 2 وايونات الهيدروكسيد السالبه. من القلويات القويه يا عم اهو لسه قايل لك كح هيدروكسيد البوتاسيوم، اوعى تكتب في الامتحان كح اللي اسمها هيدروكسيد البوتاسيوم. بينما من الاحماض الضعيفه يا مستر عادي اجيب لك اهو حمض اسمه حمض الاسيتيك، اللي هو طبعا يا جماعه الخليك، حمض الاسيتيك او اسمه حمض الخليك. يلا. تنقسم الاكاسيد الى اكاسيد ايه واكاسيد ايه؟ يلا يا عم اهي اكاسيد قاعديه. تعالى بس نسمع كده مع بعض. مستر محمود قال الاكاسيد القاعديه جايه من مين؟ جايه من الفلز، جدع. طب الاكاسيد برضه يا مستر الحامضيه جايه من الله فلز، وابوس ايدك اوعى تنساها. تمام. اللي بعده. يحترق نقط مكونا SO3 والذي يذوب في الماء مكونا محلول مين؟ طب عادي يا عم دي مشكله. مين يا مستر اللي بيتحرق بيكون SO3 واللي بيدوب في الماء مكونا محلول ايه؟ هو مبدئيا كده اصلا يا حبيب قلبي SO3 ده اهو بيذوب في الماء، ماشي يا عم، بس بيكون ايه؟ بيكون محلول اسمه حمض الكبريتيك. ماشي يا اولاد؟ طب يحترق مين بقى؟ اكيد يعني يحترق الوقود. في 3000 حاجه لما تتحرق تطلع SO3. ذوبان الاكاسيد نقط في الماء يكون احماض يا مستر. ذوبان الاكاسيد بص احماض يبقى ذوبان الاكاسيد اللا فلزيه، او ممكن يا مستر نسميها ذوبان الاكاسيد الحمضيه عادي مش هتفرق. بينما مين اللي بيذوب بيكون قلويات يا مستر؟ ذوبان الاكاسيد القاعده. سؤال يعني ملوش اي 30 لازمه يعني سهل. ماشي. عند ذوبان اكسيد الصوديوم في الماء يتكون محلول نقط يا مستر ده صوديوم فلز يا مستر فلز، يبقى مستر بيتكون محلول قلوي. عند ذوبان غاز ثاني اكسيد يا اولاد الكربون يتكون محلول حمضي.
تتفاعل اكاسيد الفلزات مع، طب بالراحه فلزات، اكاسيد فلزات. طالما مستر هي فلزات يبقى هي اكاسيد قاعديه، اكيد يعني مش هجيب لها حد قلوي تتفاعل معاه، صح ولا غلط يا اولاد؟ طيب يبقى بتتفاعل اكاسيد الفلزات مع الاحماض لكنها لا تتفاعل مع القلويات. قلت لك يا حبيب قلبي لو هو قلوي ما ينفعش يتفاعل مع اللي زيه، لو هو حمض ما ينفعش يا اولاد يتفاعل مع اللي زيه، لو هو حمض اجيب له قلوي، لو هو قلوي اجيب له حمض. عند تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملح وميه، حمض وقلوي ملح وميه، عارفينها طبعا يا حبيب قلبي كلنا في السنتر وبنغنيها كلنا مع بعض، اقول لكم حمض وقلوي ملح وميه، تمام. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة طبعا الخطأ مع التصويب. طب بالراحة بقى، تعتبر المنظفات من المركبات القلوية، ده زي العسل، ياه كتاب الامتحان بقى بيجيب أسئلة صح أهو، ماشي. عند ذوبان هيدروكسيد الليثيوم في الماء تزداد نسبة كاتيونات في المحلول. طب ثانية واحدة بقى، ده الليثيوم اللي هو ال اي وده او اتش هيدروكسيد الليثيوم، بذمتك يا شيخ بيقول لك تزداد نسبة كاتيونات الاو اتش، هي ده كاتيون تقريبا يا مستر. انت قريت على كتاب الامتحان بقى بيجيب حاجات غلط اهو، طبعا هو طول عمره كده اصلا بيجيب معظم الاسئله بيجيبها ايه في صح وغلط، يعني بيجيبها غلط، ماشي. توصل الاحماض والقلويات التيار الكهربي، ما عنديش مشكله، بدرجات متفاوته حسب قوتها يا عم حصل. يعتبر هيدروكسيد الامونيوم من القلويات القويه، الراجل ده كذاب، هو ولا كح ولا نح ولا بح، غلط طبعا يا مستر. التصويب هيبقى من القلويات الضعيفه، القلويات الضعيفه. يحتوي لبن المغنيسيا على ام جي او، غلط يا مستر، ده يا مستر بيحتوي على ام جي او اتش لكل 2 اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم. لبن المغنيسيا بيحمر؟ لا طبعا، لبن المغنيسيا لسه قايل لك فيه هيدروكسيد المغنيسيوم، يا مستر هو مش بيحمر يا مستر، لبن المغنيسيا بيزرع. طيب يلا بينا. ان او 2 من الاكاسيد الحامضيه، حصل. بينما اس او 2 غلط، اس دي يا بابا لا فلز، يعني لازم برضو يكون حامضيه، ماشي؟ يبقى غلط، ده يا مستر من الاكاسيد الحامضيه. عند ذوبان اكسيد الكالسيوم CaO، ماشي، CaO فلز طبعا يبقى قلوي في الماء، ووضع الشريط او شريطي دوار الشمس في المحلول، فان احدهما يتلون باللون البنفسجي. جابوه منين البنفسجي ده؟ طبعا يا جماعه هيتلون باللون الازرق عشان ده ايه؟ قلوي. قلت لك القلوي فيه حرف القاف والازرق برضه فيه حرف القاف. يلا يا حبايب قلبي السؤال التاسع. تذوب اكاسيد الكبريت، يا مستر اكاسيد الكبريت اللي هي مثلا زي SO2 في بخار الماء مكونه امطار ايه ده بقى؟ امطار حمضيه يا مستر. يبقى هي يا مستر اجابه غلط، هي طبعا الجمله كلها صح ما عدا طبعا الكلمه دي. وعشان ياكد لك هيقول لك تتسبب تاكل المباني، عشان الناس اللي ما بتقراش السؤال. ركزوا يا اولاد. اذكر مثال واحد لكل مما ياتي. حمض قوي، يا سلام، حمض ال HCl، حمض الهيدروكلوريك. حمض ضعيف، يا سلام، حمض اسمه حمض الاسيتيك، حمض الاسيتيك ضعيف او يخليك. قلوي قوي، قح اهو هيدروكسيد البوتاسيوم ماشي. قلوي ضعيف لسه قايلين يا اولاد اسمه هيدروكسيد الامونيوم، اكتب لك بس الاول رمزه NH4OH، اسمه هيدروكسيد. اكتب يا حبيب قلبي يلا معايا، هيدروكسيد الامونيوم، اكتبه بالعربي وبالرموز، خليك شاطر. اكسيد حامضي يا مستر SO2 ثاني اكسيد الكبريت. المشكله اكسيد فلزي، يا سلام، CaO اكسيد الكالسيوم. خش على السؤال اللي بعده. اكتب الصيغه الجزيئيه لكل من المركبات الاتيه. ثالث اكسيد الكبريت SO3 عشان بيقول لي ثالث. اكسيد البوتاسيوم يا مستر ادي بوتاسيوم كي والاكسيد او، بس حبيب قلبي الجميل عارف ان الاكسجين بتدي اللي جنبها 2 عشان هو تكافؤ 2 يبقى K2O. اكتب اسم كل مركب من المركبات الاتيه. طبعا يا حبيب قلبي ده ثاني اهو، اكسيد الكبريت، ثاني اكسيد الكبريت Na2O. يا مستر ده اسمه اكسيد الصوديوم، اكسيد الصوديوم. استخرج العباره او الصيغه الغير مناسبه ثم اكتب ما يربط بين باقي العبارات او الصيغ. يلا يا اولاد السؤال اللي بعده. منظفات بقلوي، صودا الخبيث قلوي، هيدروكسيد البوتاسيوم قلوي، ما فيش يا حبيب قلبي الا الليمون، فانا هقول له اللي دي يا مستر قلويات ما عدا الليمون حمض. حمض النيتريك خليك مخفف، نيتروز، حمض كبريتوز. لا يا عم انا هختار نيتريك. قول لي بقى عشان ده وده وده احماض ضعيفه، احماض ضعيفه.
حمض الهيدروكلوريك قوي، حمض النيتريك قوي، حمض الكبريتيك قوي. اختار يا مستر الخليك وهكتب له اللي هم احماض قويه. كل اللي انا سبته ما اخترتوش احماض قويه. اللي بعده NO2 MgO HNO3 SO2. لا يا مستر انا اختار ده. عشان دي يا مستر ايه؟ ده لافلز لافلز لافلز. حلو الكلام. يبقى طالما هم لافلزات يبقى الباقي كله اللي انا ما اخترتوش اسمها اكاسيد حامضيه. ماشي يا اولاد؟ طيب اكسيد 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 اكسيد، بس ده اكسيد قاعدي عشان ده كالسيوم فلز. اكسيد قاعدي عشان برضو الومنيوم فلز، بوتاسيوم فلز. يبقى انا يا مستر هختار ده وهكتب ان هم كلهم اللي انا ما اخترتهمش اكاسيد قاعديه. يلا يا حبيب قلبي اخر سؤال في استخرج. CO2 ثاني اكسيد الكبريت، SO2 SO3 NO. هختار ده عشان كل دي اكاسيد حامضيه. اكاسيد حامضيه. مقالي علل. بتحول الاحماض لون شريط دوار الشمس الازرق للون الاحمر. هتقول لي يا مستر لاحتوائها على ايونات الهيدروجين الموجبه. يمكن التمييز بين الاحماض والقلويات باستخدام شريط دوار الشمس. حبيب قلبي الجميل هتقول لي لان الاحماض تحمر ورقه ورقه دوار الشمس، بينما القلويات بتزرق ورقه دوار الشمس. حمض الهيدروكلوريك جيد التوصيل للكهرباء، بينما حمض الخليك ضعيف التوصيل للكهرباء. طب ايه المشكله؟ يا مستر حمض الهيدروكلوريك ده جيد التوصيل للكهرباء عشان هو بيتفكك تفكك تام في الماء، لكن حمض الخليك بيتفكك بس يا حبيب قلبي بيتفكك تفكك ايه؟ ضعيف. يبقى لانه تام التفكك في الماء، لانه تام التفكك في الماء او التآيم في الماء. قولها يا بابا زي ما انت عايز. ده لانه ضعيف التفكك فين؟ في الماء. يمكن التمييز بين هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم باستخدام خاصيه التوصيل الكهربي. ايه المشكله؟ هتقول لي يا بابا لان هيدروكسيد الصوديوم قاعده قويه بتوصل جيده التوصيل للتيار الكهربي. اكتب يا بابا لان ده قاعده قويه جيده التوصيل للتيار الكهربي. حلو. بس هيدروكسيد الامونيوم ضعيف، قاعده ضعيفه رديئه التوصيل للتيار الكهربي. اللي انا بقوله يا حبيب قلبي لو انت عايز تكتبه وقف الفيديو اكتب كمل. يستخدم لبن المغنيسيا كعلاج مؤقت لحموضه المعده. هتقول لي يا مستر لانه يحتوي على لانه يحتوي على ايونات، بلاش كلمه ايونات دلوقتي، هقول لك لانه يحتوي على ماده هيدروكسيد، هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH كل 2 اهي MgOH كل 2. ويا سلام بقى لو قلت لي لانه يحتوي على ماده هيدروكسيد المغنيسيوم الذي يعادل حموضه المعده. تعرف معظم اكاسيد اللافلزات بالاكاسيد الحامضيه. طبعا يا حبيب قلبي احنا عرفنا ان اللافلزات دي اسمها اكاسيد ايه؟ حامضيه. يا مستر ايه المشكله يعني؟ دي يا مستر اكاسيد حامضيه ليه؟ حبيب قلبي الجميل انت بس لو جبت اي اكسيد فلزي دوبته في الميه هيديك حمض، صح ولا غلط؟ يبقى لانها عندما تذوب في الماء بتكون احماض، يبقى هي لما بتذوب في الميه بتكون ايه؟ احماض. يبقى لانها عند ذوبانها في الماء تكون احماض. تعرف او يعتبر اكسيد المغنيسيوم اكسيد قاعدي لان عند ذوبانه في الماء يكون قلويات. ده لان عند ذوبانه في الماء يكون احماض. لسه بيتكرر كتير اهو. خطورة احتراق الوقود الحفري في السيارات والمصانع ومحطات القوة. مستر هو الوقود الحفري يا مستر خطر جدا اللي هو يتحرق في السيارة والمصانع ومحطات القوة. ليه يا حبيب قلبي؟ هتقولي لأنه ينتج عنه لأنه ينتج عن احتراقه أكاسيد الكبريت وبتتحد مع بخار الميه هتكون امطار حامضيه. يبقى هتقول لان عند احتراق الوقود الحفري
بينتج عنه اكاسيد الكبريت، ولما تطلع اكسيد الكبريت تعمل امطار حمضيه. شاطر. تعدل الاكاسيد الحامضيه شريطه خطوره على صحه الانسان. هتقول يا عم لانها بتدمر الجهاز التنفسي والتهابات طبعا يا اولاد فيه. ما المقصود بكل من؟ يا مستر احنا قلناها كتير قوي. طب ماشي. الحمض اللي هو مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، لسه حللها اصلا يا اولاد. القلوي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالب. الاكاسيد القاعديه كتبتها لك في اكتب المصطلح العلمي. الحامضيه نفس الكلام برضو في اكتب المصطلح، نفس الكلام برضو في اكتب المصطلح. فطبعا سؤال مش هتلاقي عندك اي مشكله فيه يعني. انقله يا حبيب قلبي واحفظه من اكتب الايه؟ المصطلح. يلا نشوف ماذا يحدث. ذوبان هيدروكسيد الكالسيوم في الماء. ايه اللي هيحصل؟ يا عم ايه المشكله؟ لما ده هيدروكسيد الكالسيوم يدوب يا مستر في الميه اهو يتكون اهو محلول قلوي. ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء يتكون حمض اهو يتكون حمض الهيدرو كلوريك. وضع شريطين دوار الشمس في كاس بيهم حمض الكبريتيك يتحول لونهم للون الاحمر. وضع شريط دوار الشمس الاحمر في كاس بها محلول هيدروكسيد الصوديوم يتحول لونها للون الازرق، عشان قلويات يا حبايب قلبي اول ما اشوف كلمه هيدروكسيد يبقى بيزرق. امرار تيار كهربي في حمض الكبريتيك وحمض الخليج كل على حده في دائره متصل بها بالنسبه لاضاءه المصباح. هنا مستر المصباح هيضيء اضاءه كبيره او قويه، يبقى هنا مستر اضاءه قويه، لكن هنا مستر اضاءه ضعيفه عشان هو حمض ضعيف. احتراق المغنيسيوم في وجود الاكسجين ثم ذوبان الناتج في الماء. ايه المشكله يعني؟ المغنيسيوم لما يتحرق اولاد في وجود الاكسجين هيكون اكسيد المغنيسيوم. هتروح بقى تدوب اكسيد المغنيسيوم ده يا بابا في الميه. يتكون اهو يبقى يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم، وبين قوسين كده يا حبيب قلبي اقول له محلول قلوي. يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم اللي هو حبيب قلبي الجميل اللي احنا كنا لسه كاتبينه MgOH كل اتنين. احتراق الكبريت في وجود الاكسجين. طب ما هو نفس الكلام. الكبريت لما يتحرق هيكون SO2 هيدوب يا مستر في الميه اللي هي H2O. طب يا مستر لما ده يدوب في ده هيكون حمض او يتكون حمض اسمه حمض الكبريتيك H2SO4. يتكون حمض الكبريتيك H2SO4. تفاعل الاحماض مع القلويات قلت لك حمض قلوي، يبقى هتقول لي يتكون ملح وميه. إضافة قطرات من حمض ال HCl المخفف إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم نفس الكلام، هيتكون يا مستر ملح ومية عشان حمض قلوي ملح ومية. احتراق الوقود الحفري في المصانع بتنتج يا مستر الأمطار الحامضية، يبقى ده مستر تتكرر كتير قوي بينتج الأمطار الحمضية. ذوبان أكاسيد الكبريت والنيتروجين في مياه الأمطار برضه يا مستر هتنتج الأمطار الحمضية. وتقول لي بقى موضوع التعبير بقى يا حبيب قلبي اللي احنا متفقين عليه في الأمطار الحمضية بتعمل إيه؟ اذكر فرق واحد بين حمض النيتريك وحمض النيتروز بس كده. النيتريك HNO3 النيتروز HNO2 ادي يا عم فرق اهو. هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم ماشي يا مستر. الصوديوم رمزه Na، الهيدروكسيد OH، وهيدروكسيد الامونيوم NH4OH. خد فرق تاني اهو، ده ضعيف ده قوي. اكسيد مغنيسيوم ثاني اكسيد الكربون ده طبعا يا مستر اكسيد قاعدي، ده يا مستر اكسيد حامضي MgO، وثاني اكسيد الكربون CO2. وبكده حبايب قلب الشاطرين نكون خلصنا اسئله الدرس الثاني كامل، اطول درس عند سيادتك في المنهج في كتاب الامتحان. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحل الدرس الثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.